ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا الحلقه الثانيه من سلسله التعديل. ربنا يكرم فرانكلين، جاب لنا العربيه الهيونداي الانترا لما عرف كل حاجه عننا. يعني لو مشوفتش الحلقه اللي فاتت لازم تروح تشوفها، حلقه جامده جدا. لان انا حاليا اللاب هيمشي لمده 20 يوم او شهر بالكتير، ويرجع 10 ايام. ال10 ايام دول معرفش بقى اسجل فيهم امتى. يعني انا كمان 20 يوم هقدر اسجل تاني، فانا قلت بدل لما استنى 20 يوم على فيديو واحد اسجل فيديوهين واللي يحصل يحصل. انا اصلا اول فيديو عملت له سكريبت، ده تاني فيديو النهارده يعني. الدريفتات خرج يا ترك. فباذن الله الفيديو ده يعجبكم، وباذن الله الفيديو اللي هو المفروض ده يبقى خلاص نزل، باذن الله يكون نزل حالته تبقى حلوه. طبعا دي الهيونداي الانترا اللي احنا عدلناها الحلقه اللي فاتت مع فرانكلين، اللي جبناها من المينا وكانت حالتها حال. طيب دلوقتي احنا مش معانا فلوس، دي فلوس فرانكلين. احنا مش معانا فلوس، دي فلوس فرانكلين. فالمفروض ان احنا دلوقتي العربية دي هنبيعها، يا اما هنسيبها معانا. احنا لو بعناها هتجيب 25 دولار، 25,000 دولار مش 25 دولار. طبعا احنا هنروح بقى للمعرض اللي هو هنا ده عشان نسألهم لو تتباع بكام. ولو كده بقى نحاول احنا نبدأ بقى بالفلوس ديت ونشتغل ونشوف مايكل بقى لو هيساعدنا او يعمل اي حاجة. طبعا فرانكلين مديني كل الاسلحة اللي معاه تعسبا لو حصل لي حاجة، عشان عصابات معرفش ايه. طبعا داخلية العربية دي رهيبة، اقسم بالله مهما اشرح لكم من العظمة واللي انت تحسها جوه العربية ديت. لا يا جدعان، كمان صوت التربو انت سامع؟ اسمع. طب سرحت مع صوت التربو ومركزتش في السواقة. العربية في الدريفتنج مش أجمد حاجة، بس يا عم حلوة هي يا عم. تعال نجرب هنا كمان. يلعب والله، جميلة والله، سلسة كده وهي بتدريفت. يلعب بالار بي ام بيموت. هو ده الكلام. لسه مش حاطط وضع السبورت، احنا ماشيين طبيعي يعني. مش حاطط وضع السبورت ليه؟ لان انا مش زي العم ميدو مخلي العربية متتفجرش ولا اي حاجة من الكلام دوت. ده على السرعات العالية بقى، ممكن لو احنا اتقدمنا وخليناها سرعات جامدة اوي نقدر بقى نعدل على وضع السبورت. بس والله العظيم يا جدعان العربية جامدة اوي، جامدة اوي، عجباني. في تقريبا حراسة على المعرض، في حد جوه؟ اه والله في واحد، وهنا كمان في واحد. والمعرض فاتح، ما اكيد فاتح عشان في حراسة صح. الساعة دلوقتي 1:02، في كمية عربيات ما شاء الله. كويس ان الامن ما كلمنيش، يعني مش جاي اسرق. بس خلينا نخش، مينفعش اخش تقريبا عشان لسه مفيش حد جوه. تقريبا مفيش حد جوه فعلا. في عربية تويوتا واودي وعربيات يعني شوية كويسة، واللي جاي لا، العربيات اللي بره اجمد بكتير يا جدعان. طيب استنى كده، هعرض العربية بتاعتي على للبيع ثواني. المفروض اقف فين؟ طيب اقف هنا كده. المفروض ان انا اقف هنا. يعني مكتوب فوق انها لو هتتباع ب18,500. واقدر افوت. طب ثواني يا جدعان، 21 ونص، 20 ونص. قبلوا معاش والله. اوكي اللعب بتاعي طلع. كانت طلعت بره تقريبا انها اتعرضت جوه، وجالي رسالة على التليفون اهي ان العربية اهي جوه اهي. العربية يوم ما هتتباع هيجيلي فلوسها مقابل 2000 او 1500. هما كاتبين من 2000 ل1500 ضريبة ان هما هياخدوها يعني. طيب تمام، اكلم بقى فرانكلين انا دلوقتي عشان يجي ياخدنا. ثواني بس اطلع بره اكلم فرانكلين عشان يجي ياخدني. اوكي يا جدعان، وصلت لاسم الشرطة. اخيرا وصلت لاسم الشرطة.
ايه يا عم الظابط مالك؟ طبعا انا رستر اللعب بسبب اللي بيحصل دوت، فيه مشاكل في الكلام دوت، بس هنرجع تاني هنرجع. يا جدعان عدى يوم وبت عند فرانكلين النهاردة في اليوم دوت، ورب بقى افتح الاقي رسالة جاتلي ان العربية اتباعت ولا حاجة. اوكي الحمد لله العربية اتباعت، بس دلوقتي المعرض مقفول مع ان الساعة 7 كان فاتح الساعة 1 ماشي. وزي ما قالوا تم تحويل 65,000، دلوقتي بقى معانا احنا 65,000، وال6000 اللي كانوا قالوها للمعرض من 2000 ل6000 وصدقوا ببعضهم، وماشي خلاص ما عنديش مانع. على العموم الحمد لله العربية جت وكلام وكل دوت. فأنا فرانكلين واحنا قاعدين جوه بنشرب باب وبناخد الفطار، قال لي إن مايكل سايب عربية في المكان البنا والحاجات ديت، كان في عربية متسابة هناك. فأنا ممكن آخد عربية فرانكلين ولا أقولك لأ عشان مبهدلهالوش. خلينا ناخد الموتوسيكل، هو كده كده قال لي أنا مبستخدموش، لو عايز العربية خدها في حاجات راقية يعني. فدلوقتي اروح يا جدعان وارجع لكم تقريبا هنا، ان ده مكان عمل. بس ثواني اكيد مش قدام يعني، كانت زمانها اتسرقت. فاكر ايه اللي هنا سايبها بقالها مدة. اوكي انا كده رايح قدام، بس العمال كلهم موجودين يعني، معناه انا مش في المكان دوت تقريبا. طب مبصناش تحت، تعالى نبص تحت. هلا والله، هلا هي دي العربية، احنا ممكن نعدلها براحتنا. خلينا بقى نحط برضو موتوسيكل فرانكلين هنا، لأن هو موتوسيكل غالي كده، ممكن ما حدش يشوفه بسهولة يعني. يقلع الخوذة يا عم، بس والله لا حلوة. هايلوكس 99 2700 هتبقى جميلة، هتساعد. في حاجات غريبة تحت ورا مش عارف ده حشرات دي ولا ايه، بس هتلاقيها من النقل. بس هي يعني يعتبر سليمة عكس الهاينداي اللي فرانكلين كان جايبها في البداية، كانت بايظة خالص. هي عربية قديمة بس بتفتح، لا بتفتح. خليها طبعا نوديها لعم بني، بما انها اصلا عربية تبع العرب. العب، انا كنت لسه اقولك نجرب دي اختبار هجولة، بس هي لوحدها. بص هي موازنيتها بتهجول. او بص شايف، يا نهار ابيض يا جدعان، لا وزنيتها رهيبة، وزنيتها عجباني. دي المفروض العربية دي ما تبقاش سريعة اوي يعني، عشان تعرف تتحكم فيها في جي تي ايه. اوكي انا قلشت الدريفت، كان هيبقى جامد والله، بس هو قلش. اخش دخل غلط عم بيني والعب. يا عم بيني انا وصلت. بص يعني انت متحسدش يعني، العربيات مش بتاعتنا اصلا يعني. فرانكلين كان جالك مرة، وانا دلوقتي جايلك بعربية وادفع لك دولار كمان عشان الخبطة البسيطة دي. اوكي ادفع لك كام انا يا عم، ولا هي بايظة اصلا؟ 10 دولار على حسابك يا فرانكلين. الغطا بيتفتح كده ليه؟ طيب بص يا فرانكلين، انا مش هتقل عليك، انا هحط شوية تعديلات بسيطة. حط دارك سموك، والعربية بقت جاهزة. مفيش تعديلات على الشكل الخارجي، لكن التعديلات كلها جوه الموتور. طبعا عربية عالية موت، بسم الله. ممكن برضو نوديها تتباع والله، بس هو المعرض قافل دلوقتي حاليا. يا جدعان وديتها المعرض وجابت فلوس تسد للعربية اللي احنا نشتريها، بالإضافة لفلوس الهيونداي الانترا. هتجيب عربية تدمر الفيديوهات الجاية، وما تنساش تشترك عشان تشوف الفيديو الجاي في أقرب وقت.